وزي ما شفنا الحلقه بتاعت عمر الشريف، ايه اللي ظهر له ابن كده وقال له انا يعني ابنك، فقال له لا انا ما خلفتش غير طارق. فبنكتشف طبعا بعد كده ان عمر الشريف نفسه بيعترف بيه. عندنا الحلقه دي النهارده عادل ادهم وموقف زيه بالظبط كده، بس كان قبل وفاه عادل ادهم بالظبط جاله واحد شبهه جدا زي موضوع عمر الشريف كده، بس ده شبه عادل ادهم قوي، وقال له انا ابنك. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. عادل ادهم طبعا كلنا عارفين ان هو من اسكندريه، كل الناس عارفه الموضوع ده، وكان يعني حتى كان ليه اماكن تجاريه برضو باسمه في اسكندريه لعيلته يعني. وعادل ادهم اتولد 8 3 سنه 1928، 8 مارس. البدايه كانت محبطه جدا لعادل ادهم في السينما، لانه اول ما راح يشتغل في السينما كان وقتها طبعا انور وجدي موجود. فانور وجدي شاف عادل ادهم، وعلى فكره هنا انا بتفق مع انور وجدي، انه قال عادل ادهم قال له انت وشك ما يصلحش للسينما، وشك ما يصلحش للسينما يعني انت ما ينفعش تمثل. فاتجه بعدها للرقص، فبدأ يشتغل كراقص. هو واضح ان هو بيحب الفن عموما يعني، سواء بقى يمثل هيرقص بتاع. بس غريبة قوي ان يعني انور وجدي راح قالها له بشكل صريح كده، بس زمان كانوا بيصرحوها عشان يأثر عليه المسافة يعني، ويبدأ يشوف بقى مجال تاني بدل ما يعيش طول عمره موهوم وكده. بس انا اتفق معاه في الحاجة دي. عادل ادهم شكله مش شبه اي ممثل قبل كده. مش هتفق بقى ان على طول بقى بعد كده، لا هو بعد كده طبعا ممثل جامد جدا ومن اتقل الممثلين وعجبنا جدا بعد كده تمثيله. لكن فعلا وقتها كان اللي يشوفه يحس ان هو ما ينفعش يمثل، ليه شكله مش شبه ممثلين قبل كده خالص. يعني مفيش ملامح، لا هو جان ولا هو شكله صعب مثلا. ما هو لما شكل صعب ده ممكن يبقى رئيس عصابة، ممكن يطلع بيخطف بيقتل. لكن ده شكله لا هو صعب وحش ولا هو حلو، ولا هو طبعا جان بالمعنى اللي حسين فهمي وانور وجدي والكلام ده. هو طبعا شكله جميل وكل حاجة. ففي الفترة دي فعلا آه، ما اشتغلش سينما خالص، واتجه بعد كده للتجارة. كان غالبا بيتاجر في الأقطان، القطنيات يعني، أو القطن يعني. ولما المجال التجاري بتاعه تعثر في تجارة القطن رجع يفكر في التمثيل. فيلم اسمه هل أنا مجنونة، ده كان للمخرج أحمد ضياء، والكلام ده كنا في بداية الستينات تقريبا سنة 64. شارك عادل أدهم فيها بعد كده في أفلام كتيرة جدا زي أخطر رجل في العالم، اللي هو كان طالع بوليس دولي، كان بيقول كده طول الفيلم، وكان دمه خفيف جدا بصراحة. سمان الخريف طبعا شارك فيه، الشيطان يعز، المجهول، صرصرة فوق النيل طبعا دور، وفي رجب حوش صاحبك يا رجب. وكان يعني بدأ ينطلق في التمثيل وقتها. عادل أدهم اتجوز من ديمترا. ديمترا دي بنت يونانية اتجوز منها عادل أدهم. وطبعا كانوا بيحبوا بعض في الأول، وبعد الحب ده يقال إن عادل أدهم وقتها بدأ يتغير في المعاملة معاه. يعني عادل أدهم في الحقيقة كان عصبي جدا، وكمان كان بيوصل الأمر معاها إلى حد الإهانة أو الضرب. وفي مرة ديمترا كانت مريضة، فبالتالي كانت منتظرة منه إنه هو يبقى موجود جنبها وكده، لأنها كانت كمان حامل وقتها. وهنا هنبدأ بقى القصة بتاعت الموضوع بتاع حلقة النهاردة. فبالتالي طلبت منه إن هو يبقى واقف جنبها وكده عشان لو احتاجت دواء ولا حاجة، لكن هو طبعا ما اهتمش ودخل نام، وصحي من النوم ما لقاهاش موجودة في البيت. الأول افتكر إنها مثلا ممكن تكون راحت عند أهلها أو حد من صحابها ورجع تاني، يعني صديقاتها يعني، أو نزلت تجيب دواء اللي هو كان مطلوب إن هو يجيبه. فبعدين ما لقاهاش جت. لحد آخر اليوم جاله اتصال من صاحبتها، قالت له إنك ما تدورش عليها، دي راحت اليونان ويعني مش عايزة تكمل معاك. عادل أدهم برضو قعد يدور عليها وكده وما لقاهاش، فخلاص رجع مصر. بعدها اتعرف على زوجته لمياء السحراوي واتجوزها. عادل أدهم
بعد فترة كده، فترة كبيرة قوي يعني سنة 82، ده كان كبر جدا في السن. اتجوز لمياء زوجته اللي هي رفقته بعد كده لحد وفاته، وزار معاها يعني كل دول العالم. كانوا بيلفوا حوالين يعني العالم، بيسافروا بتاع، ما كانش عندهم اولاد من زوجته لمياء. بعد 25 سنة من وقعة زواجه من ديمترا الست اليونانية اللي سافرت وهي حامل، عادل أدهم يعني قابل مين؟ صديقة مراته اللي كانت كلمته في التليفون وقالت له ما تدورش على مراتك تاني عشان هي سافرت اليونان ومش عايزة تكمل معاك، فاكرينها؟ هي الست دي بقى قالت له ان ديمترا مراتك الاولانيه اتجوزت بالمناسبه وعايشه مع جوزها في اليونان، وعلى فكره هي عندها ابن شبهك بالظبط، فروح شوفه لا يكون ابنك. فعادل ادهم لما راح هناك كان فاكر ان طبعا هتحصل مشكله او هيحصل مشاكل بينه وبين مراته او بين زوج مراته الجديد دلوقتي، فاتفاجئ ان لا، العكس تماما، ان هم اهلا وسهلا وسلموا على ناس اجانب بقى، فمش هيعملوا مشاكل يعني وكده، ما عندهمش الكلام ده، ولا هي عشان طليقته مثلا ولا حاجه، لا ابدا، قابلوه بكل هدوء وكده. وحتى ان زوجته عرفته وقالت له ده ابنك على فكره، اللي يعني اللي هو ابني ده ابني منك انت، وهدي لك عنوانه وتروح تشوفه. فعادل ادهم فرح وراح يشوف ابنه. فابنه فاجئه برد متوقع ومش متوقع برضه. ابنه قال له انا معرفكش، انا معرفش غير اب واحد بس، وهو جوز امي اللي قام بتربيتي واحسن معاملتي واحسن معاملتها. يعني انت ما كنتش بتعامل امي بشكل كويس، و يعني حتى ما عملتهاش كويس وقت الحمل. ده الكلام اللي قاله محمد عشوب على فكرة، يعني المكير المشهور جدا. وقال له لا، انا ما اعرفش غير اب واحد. دي قصة طبعا محمد عشوب، لكن هنرجع بقى لقصة حد من عيلة عادل ادهم نفسه، اللي هو جواد ادهم، ده ابن اخو عادل ادهم. فبيقول ايه بقى؟ عمي اللي هو عادل الادهم يعني بيقول ان عمي اتجوز 3 مرات، مش من ضمنهم واحدة يونانية اصلا. وكان في حد ادعى ان هو ابن عادل ادهم عشان في شبه بينه وبين عادل ادهم، طبعا قبل الدي ان ايه والحاجات دي. فكان في ناس كتيره ممكن تطلع تقول لك انا شبه فلان فانا اروح او اعتبر نفسي ابنه، وممكن يطلع صح، الله اعلم، ما اعرفش. بس على حسب كلام جواد ادهم، ان واحد استغل الشبه اللي بينه وبين عادل ادهم وراح قال انا ابنك. وعادل ادهم قابله في القاهره، يعني قال عمي قابله في القاهره واستمع ليه واكد انه نصاب. عادل ادهم قال انه ده نصاب وانه مش ابنه، ومات وهو في مصر، وما تمش اثبات خالص ان هو ابن عادل ادهم باي شكل. طب ايه ده؟ طب ايه اللي يخلي عادل ادهم يروح يقابل حد بيقول له انا ابنك؟ هل عادل ادهم كان مثلا على علاقه بوالدته؟ ما هو اكيد قالوا في ايوه انا ابنك مثلا وعايز اقابلك والكلام ده، فليه ابني والدتك مين؟ فيروح قايل لي والدته فلانه، فالموضوع هيتحسم في التليفون، فلانه دي ما اعرفهاش ولا عمري شفتها قبل كده، اذا مش هقابلك خلاص. الا لو كان الشخص ده جه قال له انا ابن فلان الفلانيه وفلان الفلانيه دي، كان عادل ادهم يعرفها، ولازم كان يعرفها طبعا، والا هيصدق ازاي ان ممكن يكون لي ابن منها؟ ومش معقوله واحد هيتصل بيا في التليفون يقول لي انا ابنك، هروح اقول له طب تعالى نتقابل اشوفك بتتكلم بجد ولا لا. ابني من مين؟ من فلانه، فلانه ده ما اتجوزتهاش قبل كده خلاص، او ما قابلتهاش قبل كده، خلصنا. لكن كون ان عادل ادهم يروح يقابله، فواضح انه نصاب، ممكن يكون جمع عنه معلومات كويس، برضه محدش عارف. بس ده كلام احد اقارب عادل ادهم، يبقى ده الروايه الرسميه كده ليه. اما روايه محمد عشوب ما نعرفش يعني ايه مصدرها، ما قالش ادله عليها، ولكن دي روايه رسميه من عيله عادل ادهم ان الموضوع ده ما كانش حقيقي، وان حصل فعلا ان واحد ادعى ان هو ابنه، لكن عادل ادهم اكد وقتها انه مش ابنه. طبعا عادل ادهم اتوفى يعني هو عنده 67 سنه،
جات له يعني امراض نفسيه حتى زي الاكتئاب الحاد وهو في باريس، لانه كان بيتعالج من مرض خطير جدا، ورحل سنه 96. طبعا سبب الوفاه التهاب رئوي حاد. ودي كانت قصه عادل ادهم مع ابنه اللي او الشخص اللي ادعى ان هو ابنه، او يعني قصه عادل ادهم عموما او كلها. دي كانت حلقتنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقات الجايه.